مصطفى شلبي، هل مصطفى شلبي تمثل الشفاء ولا لسه برضه قدامه فتره؟ لا، الونش ان شاء الله يبدا معانا من يوم الاثنين، لكن برضه في حدود، يعني مش هيبقى يعني في التقسيمات هيبقى برضه مخلين بالنا عليه، لكن لما يجي يشتغل معانا في التقسيم برضه ممكن يشتغل كجوكر مثلا، اللي هو يحط رجله مع الفرقتين عشان نضمن ان هو مفيش حد يحتك بيه. انت عارف اللي هو راجع من الرباط الصليبي، يعني استاذ في الموضوع ده، من 3 صليبي يعني. فبيبقى محتاج الاول ان هو يخش ياخد احساس الملعب مع زمايله، وبعد كده ان شاء الله نبتدي ندخله تقسيم عاديه، وبعد كده نعمل له ماتشات وديه على اساس برضه متدرجه، على اساس برضه يحط رجله في الملعب. فبرضه الموضوع مش عايزين، هو الونش متحمس عايز يبقى امبارح عشان النهارده، لكن احنا برضه عشان خايفين عليه، فزي ما بقول لك كده تدريجيا هنبتدي نشتغل مع الونش على اساس ان شاء الله يبقى اخر اصابه بالنسبه له. مصطفى شلبي لسه شويه مع الدكتور محمد سامي شغال معاه على اساس يعمل له يعني حاجه اذا كان هيحتاج بقى الاوبريشن ولا لا، لكن يعني ان شاء الله اسبوعين 3 كتير.